لو اولادك بيشربوا بيبسي كل يوم، هل تفتكر الموضوع ده عادي؟ خليني احكي لك عن ولد في سن مراهقة واللي حصل معاه بسبب موضوع البيبسي ده. الولد كان بيشرب 3 بيبسي يوميا، عادة بسيطة وعادية في نظره. بعد فترة بدأ يلاحظ ان اسنانه بتوجعه ولونها مش طبيعي، لونها غامق. فلما جالنا اكتشفنا انه عنده تآكل رهيب في الاسنان وضعف شديد في طبقة المينا وتسوس في معظم الضروس اللي موجودة في بقه، رغم ان هو لسه 17 و18 سنة. فالموضوع ما كانش مجرد شكل اسنانه وبس، ده كان مأثر على حياته كلها، في اكله وضحكته وصحته. اهله طبعا اتصدموا لانه كان بيغسل اسنانه كل يوم، بس الحقيقه ان السكر والمشروبات الغازيه كانت بتدمرها اسرع مما يتخيل. فالسكر يا صديقي مش بس بيأثر على وزنك، ده اسنانك هي اللي بتدفع الثمن الاول. قلل سكر واشرب ميه بعد اي مشروب غازي، ويا ريت كمان تقلل اصلا شربك للمشروبات الغازيه دي. ولو لاحظت اي تغير في شكل اسنانك ما تستناش، احجز كشف وتنظيف دلوقتي. ولو وصلت معايا لحد هنا يبقى الفيديو والكونتنت ده عجبك، فاتمنى تعمل لنا لايك علشان اللايك ديت بتفرق معانا قوي. ولو انت متابعنا على الفيسبوك او الانستجرام اعمل لنا فولو، ولو على اليوتيوب اعمل لنا سبسكرايب، واستنوني على خير ان شاء الله في فيديو جديد، عشان لسه اللي جاي كتير. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.